مادام دخلتي تشوف هذا الفيديو فغالبا راك حتى انت بديتي كتحس بشي حاجه غريبه. العام ولا كيدوز بحال الشهر، والشهر بحال السيمانه، وحتى السيمانه ولات كتهرب منك بلا ما تحس. كتفيق نهار الاثنين كتغمض عينيك كتلقى الجمعه، كيجي رمضان، فجاه العيد، كيبدا الصيف كتصدب بالشتاء. ويمكن اخطر احساس هو ملي كتقول مع راسك: واش ماشي غير البارح كنت صغير؟ علاش في الطفوله كانت العطله الصيفيه كتبان طويله بزاف، اما دابا السنوات كامله كيدوزو بحال النهار؟ علاش اول مره مشيتي فيها لشي مدينه كتبقى محفوره في الذاكره، لكن شهور كامله من حياتك دابا مبقاش حتى مفكرها؟ واش الوقت فعلا ولا مزروب، ولا المشكل فينا حنا؟ واش الهاتف والسوشيال ميديا عندهم علاقه؟ واش بصح الروتين كيسرق العمر؟ واش العلم لقى تفسير لهذا الاحساس؟ وشنو كيقولوا الفلاسفه وشنو كيقول الدين على هذا الموضوع؟ اليوم غادي نحاول نفهموا واحد من اكثر الاسئله اللي كترعب الانسان بالصمت: فين كيمشي عمرنا؟ كاين واحد اللحظه كيعيشها تقريبا اي انسان، يمكن تكون في شي عيد، او ملي كتشوف صوره قديمه، او ملي كتشوف والديك كبروا، ولا شي صديق اللي ما شفتيه السنين هذه، وفجاه كيضربك احساس قاصح: الوقت جرى بزاف. الغريب هو ان هذا الاحساس كيوقع غالبا بعد العشرينيات. في الطفوله الوقت كان بطيء، النهار الدراسي طويل، السنه الدراسيه طويله، والعطله الصيفيه كتبان بحال حياه كامله. اما دابا السنه كتبدا وتسالي بلا ما تحس. هنا كيبدا السؤال الحقيقي: واش هذا الشيء غير احساس نفسي، ولا كاين تفسير علمي حقيقي؟ هذا الموضوع تدرسات فيه بزاف ديال الابحاث النفسيه والعصبيه، ومن ابرز الناس اللي هضروا عليه الاستاذ والمهندس الامريكي ادريان بيجان، صاحب كتاب تايم اند بيوتي. هذا الرجل قال جمله مهمه بزاف: الوقت الفيزيائي ليس هو الوقت الذي نشعر به. يعني الساعه شيء، واحساسنا بالوقت شيء اخر تماما. الدماغ ديال الطفل مختلف. بيجان كيقول باللي ملي كنا صغار الدماغ كيستقبل كميه ضخمه من المعلومات والصور الجديده، كل حاجه تقريبا جديده: المدرسه، الاصدقاء، الاصوات، التجارب، الاماكن، والدماغ كيسجل كل شيء بسرعه كبيره. لكن مع التقدم في العمر سرعه معالجه المعلومات كتبدا تنقص، الاشارات العصبيه في الدماغ كتمشي بشكل ابطا مقارنه بالطفوله، والنتيجه الدماغ كيستقبل اطارات اقل من الحياه. بحال شي فيديو الا كان فيه 120 صوره في الثانيه كيكون بطيء وواضح، لكن الا نقصوا الصور كيولي سريع. ونفس الشيء كيوقع لينا مع العمر. كاين واحد الفكره جميله بزاف في هذا الموضوع، اللي هي الطفل ما عندوش ارشيف كبير في المخ. يعني كل تجربه جديده كتحتل مساحه ضخمه في الذاكره. اول مره تمشي للمدرسه، تركب الطوبيس، تلبس ساعه، تسافر، تشوف البحر، هاد الاحداث كلها كتبقى قويه. لهذا ملي كتفكر في الطفوله كتبان طويله ومليئه بالتفاصيل. اما الانسان الكبير كيعيش بزاف ايام متشابهه، نفس الطريق، نفس الهاتف، نفس الخدمه، نفس الروتين، والدماغ ما كيبقاش يسجل التفاصيل بنفس القوه، فكتولي السنوات مضغوطه في الذاكره. فكر معايا، شي مره سافرتي لمكان جديد، ولا تعلمتي حاجه جديده، او دخلتي في تجربه مختلفه، غالبا داك الوقت حسيتي ان الايام طويله، لكن في الروتين الايام كيطيروا. هذه الفكره اكدتها الباحثه سيندي لاستينغ من جامعه ميشيغان. قالت باللي الفترات المليئه بالاحداث والتجارب الجديده كتخلي الانسان ملي يتفكرها يحس انها طويله، بينما الروتين كيخلط الايام ببعضها. علم النفس عنده مصطلح مشهور: هوليداي بارادوكس. المفارقه ديالو غريبه، ملي كتكون في عطله يمكن تحس الوقت داز بسرعه، لكن من بعد ملي كتفكر في العطله اللي دوزتي كتبان طويله وعامره بالاحداث. علاش؟ حيت الدماغ صنع ذكريات كثيره، اما الاسابيع الروتينيه فكتدوز بلا اثار. وهنا كنفهموا واحد الحقيقه خطيره: الانسان ما كيقيسش الحياه بالساعات بل بالذكريات. الفيلسوف فريدريك نيتشه كان ضد الحياه الميكانيكيه، كان كيشوف باللي الانسان ملي كيعيش بشكل آلي كيبدا يفقد الاحساس الحقيقي بالحياه. وفعلا شحال من واحد منا كيفيق، يخدم، ياكل، يجد التليفون، كينعس، ويعاود نفس السيناريو سنوات طويله بلا ما ينتبه ان العمر ديالو كيجري.
المشكل ماشي في العمل، المشكل في العيش بدون وعي. خليني نسولك واحد السؤال بصراحة، شحال من مرة قلتي نشد التليفون غير 5 دقائق ولقيتي راسك ضيعتي ساعة أو أكثر؟ السوشيال ميديا اليوم خلقات واحد الحالة استهلاك مستمرة بلا وعي. الفيلسوف باسكال قبل قرون هذه قال واحد الفكرة مهمة: كل مشاكل الإنسان جاية من عدم قدرته على الجلوس وحده في غرفة. واليوم هذا الكلام كيبان مخيف، حنا ما بقيناش قادرين نجلسوا نفكروا نحسوا باللحظة. أي فراغ صغير كنهضروا في التليفون، سكرول، فيديو، نوتيفيكاسيون، والدماغ كيدخل في واحد الحالة آلية. داكشي باش كتولي الأيام متشابهة. والفيلسوف مارتين هايدغر عنده فكرة عميقة بزاف، قال بلي الإنسان كيحاول يهرب من حقيقة مرعبة، أنه فان وأن العمر محدود، لذلك كيغرق راسه في الضجيج والانشغال. لكن المفارقة المؤلمة هي كل ما هرب الإنسان من التفكير في الحياة كل ما دازت بسرعة أكثر. علاش؟ حيت كيولي يعيش على الطيار الآلي، بلا حضور، بلا تأمل، وبلا معنى. أيضا الفيلسوف شوبنهاور عطى تفسير نفسي مختلف. قال السنة بالنسبة للطفل عنده 10 سنين تمثل 10% من حياته كاملة، أما الشخص عنده 50 سنة فالعام عنده غير جزء صغير جدا. لذلك الإحساس بها كيختلف، وهذا علاش الطفولة كانت ضخمة في الإحساس بينما كيولي سريع في الكبر. هنا كيتطرح واحد السؤال مؤلم: واش حنا عايشين فعلا ولا غير كنعاودوا نفس النهار بأشكال مختلفة؟ الدماغ البشري كيحب الراحة، لكن الراحة الزائدة كتقتل الإحساس بالوقت. كل تجربة جديدة، كل توسع في الإدراك كتخلق ذكريات كتبطئ الإحساس بالعمر. لهذا الناس اللي كيسافروا ولا كيتعلموا حاجة جديدة ولا كيجربوا أو لا كيعيشوا شي مغامرة غالبا كيحسوا الحياة أعمق. كاين ناس بزاف لاحظوا حاجة غريبة في فترة الحجر الصحي، خصوصا في الشهر الأول كنا كنحسوا به بحال عام. علاش؟ حيت كل شيء كان جديد، الخوف، الأخبار، التغيير، الحجر، القوانين الجديدة. الدماغ كان كيسجل كل التفاصيل، وهذا دليل قوي الحوايج جديدة كتوسع الإحساس بالزمن. وهنا الفيلسوف الرواقي سينيكا قال واحد الجملة مأثورة: الحياة ليست قصيرة لكننا نضيع الكثير منها. المشكل الحقيقي ربما ماشي أن العمر قصير، بل التشتت، القلق، الإدمان، الروتين، العيش بلا وعي هو السبب. وهنا بنو سينا ربط الزمن بالإدراك. العقل الحاضر مع التفاصيل كيحسس بالحياة أكثر، أما العقل الغارق في العادة فكيعيش الأيام وكأنها نسخة مكررة. وهذا قريب بزاف لعلم الأعصاب الحديث. الناس غالبا ما كيشتاقوش فقط للماضي، بل كيشتاقوا للإحساس القديم بالحياة. في الطفولة الفضول، الدهشة والتفاصيل عميقة، أما دابا ولينا مستهلكين أكثر من أننا عايشين. دابا السؤال المهم: كيفاش نبطئوا هذا الإحساس؟ العلم تقريبا متفق على حلول واضحة. أولا، جرب أشياء جديدة، ولو تغييرات صغيرة كتخلق الفرق. طريق جديدة، هواية جديدة، تعلم لغة جديدة، قراءة كتاب جديد، رياضة، سفر، ناس جداد. الدماغ خاصو نوفلتي، ديما خاصو يشوف الحوايج الجديدة، يجرب أشياء جديدة. الفيديوهات القصيرة والتشتت المستمر كيخليو الدماغ ينتقل بسرعة بين المحفزات، والنتيجة أيام ضبابية. ثانيا، عيش بتركيز. ملي تاكل كل بوعي، ملي تمشي حس بالطريق، ملي تهضر مع شي واحد كون حاضر. الحضور الواعي كيعمق الحياة. الفكر الإسلامي حتى هو تكلم بعمق على سرعة العمر، لكن بطريقة مختلفة شوية. الإسلام ما كيشوفش الوقت غير كدقائق وساعات، بل العمر كأمانة. القرآن كيكرر بزاف فكرة أن الإنسان غادي يكتشف في النهاية أن الدنيا كانت قصيرة. والإمام الغزالي هضر بزاف على الغفلة، يعني الإنسان اللي كيعيش مشتت غارق في العادات بعيد عن التأمل والتدبر، ثم فجأة يكتشف أن العمر سال. الغزالي شاف بلي المشكل الحقيقي ماشي في الوقت، بل في غياب الوعي والتدبر والتأمل. في الإسلام القيمة ماشي في شحال عشتي، بل كيفاش عشت. كاين اللي عاش قليل وخلى أثر كبير، وكاين اللي عاش بزاف بلا معنى. لهذا مفهوم البركة مهم بزاف. البركة في الوقت،
تعني حضور، طمأنينة، معنى، أثر. ابن القيم قال: إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. جملة بسيطة لكنها مرعبة. كل يوم كيمشي راه جزء منك كيختفي للأبد. كاين واحد الجانب بزاف الناس ما كينتبهوليش: الصلاة بخشوع، التأمل، قراءة القرآن بهدوء كيخليو الإنسان حاضر. والحضور هو عكس الحياة السريعة. لهذا بزاف الناس كيحسوا براحة عميقة فاش كيأديو العبادات ديالهم بخشوع وبتأني وبتركيز وبوعي. يمكن المشكل ماشي أن الوقت ولا أسرع، يمكن حنا اللي ولينا أقل انتباه، أقل حضور، أقل عيشة للحظة. العمر ما كيختفيش دفعة وحدة، بل كيتسرب بالصمت، بين سكرولينغ وسكرولينغ، بين الروتين، بين التأجيل. يمكن أخطر حاجة أن الإنسان يفيق متأخر. لهذا جرب تعيش بوعي أكثر، جرب تتعلم حوايج جداد، تأمل وتتأنى في الحياة، تحضر مع اللحظة. حيت في النهاية الحياة ماشي عدد السنوات، بل عدد اللحظات اللي عشناها.